من فترة اشتريت موبايل ايفون 15 برو ماكس وكنت فرحان بيه جدا جدا، ولما فتحت العلبة عشان اشغل الموبايل لقيت ان الشاشة الوانها غريبة ولقيت انه بطيء شويتين، فرحت للتوكيل بسرعة جري عشان اسأله هي ايه المشكلة. الراجل اللي هناك اخذ مني الموبايل وقعد يشيك على كام حاجة كده على السيستم عنده، وبعدين قال لي سوفت وير ده مش اصلي، الموبايل ده مش اصلي، ده مش بتاعنا. قلت له ازاي؟ الموبايل ده ايفون ابو 3 كاميرات، وادي علبته اهو، وادي شكله نفس الشكل والحجم وكل حاجة. قال لي على الرغم من ان الموبايل ده بنفس الشكل والمواصفات الخارجية للايفون الاصلي، لكنه لانه السوفت وير ده اللي عليه مش اصلي، مش تبع الشركه، فللاسف الموبايل ده بيهنج ومش شغال كويس. خلي موضوع التليفون ده على جنب شويه كده وهنرجع له تاني، لكن عايزك تيجي معانا نكمل رحلتنا في سفر التكوين، واللي النهارده هنتناقش في موضوع من الموضوعات المهمه واللي موجوده بشكل كبير في سفر التكوين، وهي الايمان. على الرغم من ان كلمه الايمان ومشتقاتها مش موجوده في سفر التكوين غير مره واحده بس، اللي هي جات عن ابراهيم في سفر التكوين اصحاح 15 وعدد 6، فامن بالرب فحسبه له برا، الا انه لما نيجي نقرا سفر التكوين بشكل عميق هنلاقي الايمان من اول السفر لاخره. رسالة العبرانيين في صح 11 بتأكد لنا الكلام ده. بنشوف إيمان هابيل وهو بيقدم الذبيحة، بنشوف إيمان أخنوخ في علاقته بالله، بنشوف إيمان نوح وهو بيبني الفلك لخلاص بيته بالإيمان، بنشوف إن إبراهيم بيصدق وعود الله بالإيمان، بنشوف إيمان سارة وإسحاق ويعقوب ويوسف كمان. الإيمان في الكتاب المقدس ليه كذا معنى. المعنى الأول هو إيمان العقيدة والإيمان بالأمور اللاهوتية، زي مثلا إن الله تجسد لينا وعاش بيننا في جسد يسوع واتصلب ومات وقام عننا. لكن كمان في معنى تاني لكلمة الإيمان، وهو إيمان الثقة، إني أصدق في وعود الله ليا، فلما أصلي عشان حاجة معينة وتكون الحاجة دي بحسب مشيئة الله بالإيمان تكون بتحصل. فالكتاب بيقول وكل ما تطلبونه في الصلاة مؤمنين تنالونه. لكن كمان كلمة الإيمان ليها معنى ثالث في الكتاب المقدس، وده موضوعنا النهاردة، وهو إيمان الخلاص. الكتاب بيعلمنا بشكل واضح، بيقول كده في أفسس 2:8: لأنكم بالنعمة أنتم مخلصون بالإيمان وذلك ليس منكم، هو عطية الله. بس في بعض الناس ممكن تقول إنه الخلاص بالأعمال، لأنه الكتاب بيقول الذي سيجازي كل واحد حسب أعماله. وعشان نفهم الموضوع ده كويس لازم نفرق بين التبرير قدام الله والتبرير قدام الناس. التبرير قدام الله ده بالإيمان. الكتاب بيقول كده في فيليبي 3:9: وليس لي بري الذي من الناموس بل الذي بإيمان المسيح، البر الذي من الله بالإيمان. لكن ده ياخدنا لسؤال تاني، وليه ما ينفعش يكون بالأعمال؟ حسب الكتاب الله رافض مبدأ التبرير قدامه بالأعمال، لأنه في الأساس زي ما اتفقنا في حلقات قبل كده إن أنت مولود أساسا بالخطية، وفي الخطية ميت. وكمان الكتاب بيعلمنا إنه اللي هيعمل دوت أجرته هتتحسب على أساس دين مش على أساس النعم. طب وإيه المشكلة في دي؟ المشكلة إنه لو اتحسب على سبيل دين فده معناها إن أنت هتفضل في النار إلى أبد الآبدين لغاية لما توفي الدين اللي عليك كله. كمان مبدأ الأعمال دوت بالنسبة لله مرفوض، لأنه بيهد كفاية عمل المسيح على الصليب. يعني كأنك بتقول إنه عمل المسيح ده مش كافي عشان أخلص، أنا هعمل حاجة زيادة من عندي عشان أخلص نفسي. عشان كده الكتاب بيكمل في رومية 4:5 وبيقول: أما الذي لا يعمل ولكن يؤمن بالذي يبرر الفاجر فإيمانه يحسب له برا. وده ياخدنا لنقطة تانية، هو أنا ينفع لما أآمن أعيش حياتي زي ما أنا عايز كده؟ يعني هقول لك لا، الإيمان ده محدش من الناس بيشوفه. فاكر موضوع السوفت وير بتاع الموبايل؟ الإيمان ده عامل زي السوفت وير اللي موجود في الموبايل لكن محدش بيشوفه. السوفت وير اللي جوه الموبايل رغم إنه مش بيتشاف، لكن هو اللي يقدر يحدد إذا كان الموبايل ده أصلي ولا مش أصلي. لأن لو السوفت وير ده أصلي الموبايل ده هيشتغل بشكل كويس جدا ومطابق للمواصفات اللي الشركة صنعته عشانها. عشان كده يعقوب بيقول لو ما ظهرتش من الإنسان ده أعمال تقول إنه فعلا عنده إيمان جواه، فإيمانه ده باطل، زي السوفت وير الباطل أو الميت أو التقليدي دوت. ودليل إن السوفت وير ده أصلي ولا مش أصلي هو إن الموبايل يشتغل ويشتغل بشكل كويس. لو جواك إيمان حقيقي أنت بشكل طبيعي هتلاقي نفسك بالروح القدس بينتج منك أعمال صالحة شجعك تصدق في عمل المسيح على الصليب، وإن هو كافي لخلاصك وتبريرك قدام الله. في رسالة روميا في إصحاح 3 بيقول: متبررين مجانا بنعمته بالفداء الذي بيسوع المسيح، الذي قدمه الله كفارة بالإيمان بدمه لإظهار بره من أجل الصفح عن الخطايا السالفة بإمهال الله، لإظهار بره في الزمان الحاضر ليكون برا ويبرر من هو من الإيمان بيسوع. آمين.